هل سألت نفسك يوما ما أين هبط إبليس حينما تم طرده من الجنة؟ وأين بنى إبليس عرشه على كوكب الأرض؟ العرش الذي سينشر منه نسله الشيطانية إلى نهاية التاريخ وقيامة القيامة، ليغوي بني آدم ويهلكهم. وأين يوجد هذا المكان في عصرنا الحالي؟ وهل يستطيع بني البشر الوصول إليه ليصلوا إلى عرش إبليس؟ فما هي حقيقة عرشه؟ وأين يوجد؟ ومن هو إبليس؟ هل هو ملاك خالص أم من الجن الذين كانوا على الأرض؟ إبليس ملاكا أم من الجن؟ تتعدد الأقاويل في هذا الأمر، ولكن القصة الأكثر رواجا هي أن إبليس من الجن، وتحديدا الجن الذين كانوا يعيشون على الأرض قبل الإنسان، فنشروا الفساد والدمار في الأرض، فأرسل الله عليهم الملائكة ليطردوهم إلى البحار والجبال بعيدا. ولكن هناك جني واحد فقط يعبد الله ويخافه، وهو عزازيل، فأخذوه معهم الملائكة، وأصبح بعد ذلك في منزلة عالية جدا في السماء، حتى بدأ خلق آدم عليه السلام، فأرسل الله ملاك الموت الذي جلب ترابا من الأرض ليخلق الله تعالى آدم بقبضته، فبقي جسد آدم بلا روح ب40 سنة كاملة. والأشد فزعا هو عزازيل، فقد كان ينظر لآدم بكل حقد وغضب، بالرغم من أن الله لم يكن قد نفخ فيه الروح بعد. كان مرعوبا من آدم عليه السلام وهو جثة هامدة، فيمر عليه ويطوف به ويختبر كينونته ويكتشف خصائصه، فكان يضرب جسد آدم بكل قوته، فتمر 40 سنة، فيقول الله تعالى للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له، ليسجد كل الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، فكان يرى نفسه أفضل منه، فقال لله: لقد خلقتني من نار وخلقته من طين، فأمره الله بالنزول إلى الأرض لأن السماء مكانا لغير المتكبرين. لكن إبليس طلب من الله أن يكون من المنظرين، ومعنى المنظرين أن يبقى ليوم القيامة لحين خروج آخر روح إنسان على وجه الأرض. قبل الله طلبه، وبقي إبليس في السماء حتى نزل إلى الأرض مع نزول سيدنا آدم، بعد أن وسوس إبليس لآدم وزوجته بالأكل من الشجرة المحرمة. أين هبط إبليس؟ وأين هبط آدم عليه السلام وزوجته؟ تتكاثر الأقاويل والآراء حول مكان هبوط آدم وحواء، حيث يقول الأكثرية أن آدم قد هبط في بلاد الهند، وهي حاليا باكستان وأفغانستان والهند، وأما حواء فقد هبطت بعيدا في شبه الجزيرة العربية. وفي النهاية تقابلوا حينما أمر الله ببناء الكعبة في مكة. كان الأمر محل اجتهادات أكثر، فلم يذكر في القرآن والسنة مكان هبوطه تحديدا، وأغلب الروايات حول هبوطه هي روايات قديمة من الإسرائيليات ومن اليهود الذين أسلموا، وتقول الرواية المنسوبة لهم أنه قد هبط تحديدا في مدينة البصرة بالعراق، ثم يأتي الحديث الشريف ليؤكد على وجود عرش لإبليس. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وهنا يخبرنا الرسول أن عرش إبليس يوجد في البحر وليس اليابسة، وأن لديه عرشا كبيرا وليس مجرد منزلا صغيرا، عرشا يحكم فيه قومه ويحرضهم على فتنة الناس واتباعه، وكأنه ملك الشر والرعب والجحيم، متحديا الله عز وجل. ينصب نفسه إلها بعرش كبير. مثلث الشيطان. هل تتذكرون مثلث الشيطان أو ما تعرفونه باسم مثلث برمودا؟ أحد أخطر الأماكن على وجه الأرض، اللغز الذي حير العالم لوقتنا هذا، الذي اختفى فيه عشرات الطائرات والسفن التجارية والحربية والغواصات، حتى أنهم لم يجدوا أي آثار لأي حطام، ولم يصدر ممن اختفوا أي استغاثات ليختفوا عن الوجود فجأة. هذا هو المكان الذي يعتقد البعض أن عرش إبليس يوجد فيه، وأنه قد انتقل من البصرة بالعراق إلى مثلث الشيطان، وأسس ذريته المرعبة والمخيفة التي تدمر كل من يقترب من عرش ملكهم. فلا يعرف عددهم، ولكن عددهم لا يمكن تخيله، بأنواع مختلفة جدا. منهم من كفر مثل إبليس واتبعه، ومنهم من آمن وتاب وأصبح من الصالحين. فكما قلنا من قبل، فالجن كان موجودا قبل الإنسان، وهربوا إلى الجبال والبحر بعد غضب الله عليهم، وكان إبليس أحد الجن، ونوع من أنواع الجن وهو الجن الناري. الجن الضوئيين، وهؤلاء هم الجن التائبين المسلمين، وهم أحفاد الجن الذين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته. عددهم قليل ولكنهم أقوى أنواع الجن على الإطلاق،
ويستطيع عدد قليل منهم إبادة جيش من 1000 جن من الأنواع الأخرى، وهم من يساعدون أحيانا البشر في الخير دون أن يطلبوا منه أن يكفر بالله تعالى. وطالما قصت قصصهم من الصالحين الذين عاشوا على وجه الأرض وكانوا يساعدون الصالحين في كراماتهم الذي كان يشهد عليه المئات، ويساعدون في طرد الجان الكافر والشرير من المنازل أو من الأشخاص الذين يتم تلبسهم. الجن القمريون والجن النارية، جزء من القمريون هم من المسلمين والباقي كافرين. وأما النوع الأكثر انتشارا هو الجن النارية أحفاد إبليس، فهم الأكثر انتشارا وأغلبهم من الكافرين الذين يعبدون إبليس ويمرحون في الأرض فسادا. الجن المائي يعيش في الماء ويستطيع الطيران والتحكم في بخار الماء ليرفعه للسماء. وأما الترابي فهو جن مرعب، دائما ما ترويه القصص حينما يسكن في المنازل المهجورة المرعبة ويحول حياة من يأتي للسكن فيها إلى الجحيم. وهو أكثر الجن شرا، حيث يتم تحضيره في أعمال السحر والتلبس، حيث يمكنه تلبس الأشياء والالتصاق بالإنسان والدمى وحتى الجدران وكل ما تتخيله، فيحول حياة الإنسان لجحيم حقيقي مرعب ومخيف. ولا يتهاون أبدا أن يجعل الشخص في النهاية يقتل نفسه بشكل مرعب ويقتل من معه.